ايوا يا لاله الحدقه، وجدتي شي شباكيه ولا مازال؟ ايوا نوضي وجديها معايا غير بنص كيلو ديال الدقيق تخرج لك واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله بمكونات ساهله وبسيطه. اول حاجه كتاخدي نص كيلو ديال الدقيق، كديري عليه معلقه القرفه، معلقه النافع، معلقه ديال حبه حلاوه، 4 غرام د خميره الحلوه، نص كاس ديال الزنجلان اللي غير مطحون ما محمرش، ونص كاس ديال اللوز هو مطحون مزيان تا هو غير ما محمر ما والو، طحنينه هكاك مع واحد صفار ديال البيضه، كاس خليط ما بين الزبده والزيت، وكنضيفوا كاس ديال الماء خليط ما بين ماء الزهر وشويه ديال الزعفران. يمكن لكم ديروا ضامه الزعفران اولا زعفران شعره كيبقى لكم الاختيار. كنخلطوا مزيان وكنجمعوا العجينه كتكون قاصحه شويه، كندلكوها مزيان مزيان. بعد ما كندلكوها كنقطعوها القطع اللي هي صغيره بهذا الشكل هذا كيف ما هو موضح معايا في الفيديو. من بعد غادي نورقوها بهذه الطريقه هذه، يعني غنطلقوها بالماء غير واحد شويه، من بعد كنطويوها على هذا الشكل هذا وكنديروها في واحد البلاستيك كنخليوها حتى كترتاح واحد المده. من بعد كنبداو كنطلقوا في العجين ديالنا، كنطلقوها على شكل رقيقه سواء في الوراقه، واللي ما عندوش الوراقه يطلقها غير بيدو. كنحيدوا داك الاطراف اولا الجوانب بهذا الشكل هذا كنحيدوهم. من بعد كناخذوا هكا شي حاجه اللي ناخذوا فيها القياسات او ناخذوا القياسات غير بعينيكم، يعني كيبقى لكم الاختيار. المهم تقطعوا على شكل مربعات بهذا الشكل هذا، وكل مربع كتوضعوا فيه 4 ديال الاشرطه في الوسط. من بعد ما كديروا بعض الاشرطه نتوما كيف ما كتشوفوا كتنيو جوج على جوج، وهذاك اللي كيبقى كتجمعوه وصافي. كتحصلوا على 3 من هذه الجهه وجوج من هذه الجهه كتحلوهم وكتضغطوا الجوانب. طريقه شكل سهله. وكاينه طريقه اخرى هي انكم كتهزوا الاولى كتوضعوها فوق الثالثه، والثالثه كتوضعوها فوق الخامسه، وكتنيو الجوانب ديالها وكتقلبوها وهكا كتحصلوا على هذه الوريده هذه. من بعد ما كتكملوا كتخلوها حتى كتنشف وكتقليوها في الزيت اللي كتكون شويه كثيره، تخليوها كتحمر من الجهه الاولى وكتقلبوها للجهه الثانيه. من بعد ما كتحمر معكم كطفيوها في العسل. واذا كنتوا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش اختكم واحد اللايك وصليوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. صافي من بعد ما كتحمر ليا الشباكيه ديالي كنحيدوها وكنطفيوها في العسل اللي كيكون عندي بارد، كنخليوها كتشرب وكنديروا القليه الثانيه حتى كنشوفوها بدات كتحمر. عاد كنحيدوا هذه اللي دايرينها في وسط العسل كنخليوها كتستقطر في واحد الشبيكه، ومن بعد كنقدموها وكنزينوها سواء بالزنجلان اللي كيكون محمر او لا زينوها باللوز افيلي او لا كاوكاو كونكاسي، كيبقى لكم الاختيار. بالصحه والراحه. ما تنساوش لايك ومتابعه الصفحه. جزاكم الله كل خير، وما قادره تلقاوهم في اول تعليق مثبت.